الراجل ده خلى بيته جامعة حقيقية، لا بجد مش هزار، جامعة حقيقية فعلا زي الجامعات بتاعتنا دلوقتي بالظبط. طب اصلا هو مين اصلا الراجل ده؟ الراجل ده حظى بشرفين، شرف ان هو يشوف رسول الله رغم ان هو لو كان تأخر شوية في ميلاده ما كانش هيقدر ان هو يشوف الرسول، والشرف التاني ان هو اصلا واحد من اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عباس ابن عم الرسول اللي هو العباس. الولد ده بقى كان مختلف، يعني احنا من اول ما بدأنا القناة بتاعتنا واغلب قصصنا عن الملوك والفرسان وناس عملت تأثير بقوتها ومهارتها القيادية العالية، بس الولد ده عمل تأثير بعلمه، علمه الغزير بكل حاجة تقريبا. وللعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاله بالحكمة أو دعاله إن هو ياخد الحكمة، ودي كان ليها قصة بصراحة لازم تتحكي وما أقدرش إن أنا أتخطاها أبدا. كان عبد الله بن عباس متعود وإن هو في السابعة من عمره إن يكون دايما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لما الرسول يجي يتوضى كان عبد الله يحضر له المية ويصلي معاه. ففي مرة الرسول اتوضى وعبد الله نفس الحكاية اتوضى يعني علشان يصلوا، فالرسول شاور لعبد الله إنه يقف جنبه عشان يصلوا، بس عبد الله مرضيش ووقف خلفه. فبعد ما خلصوا صلاة سألوا الرسول: ما منعك أن تكون بآزائي يا عبد الله؟ وكلمة بآزائي معناها جنبي، يعني إيه اللي منعك أنت ما تكونش جنبي وأنا بصلي؟ فقال له عبد الله: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله، يعني أنت أكبر وأعظم من أن أنا أقف جنبك وأوازيك يا رسول الله. فرح الرسول رفع إيده للسماء وقال له: اللهم آتيه الحكمة. وفعلا ربنا استجاب لدعاء الرسول وادى لعبد الله حكمة غريبة وكبيرة جدا بانت في مواقف كتيرة أوي في حياته، وكمان بسبب علمه الغزير وإن هو عنده حب الاستطلاع وحب العلم، حكمته دي زادت آلاف المرات كمان. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للرفيق الأعلى كان بيروح لكل أصحاب الرسول واحد ورا واحد عشان يعرف منهم الأحاديث بتاعة الرسول. وللعلم الرسول ساب وراه 1660 حديث صحيح ورد مسلم وبخاري، طبعا الرقم ده يعني رقم كبير جدا واحنا أصلا ما نعرفش منه غير حاجات صغنطة قوي. وللعلم ساعتها عبد الله كان عنده 13 سنة بس، وكان عبد الله بيتعب نفسه قوي في طلب العلم، وكان دايما يقول: العلم يؤتى ولا يأتي. فياريت كل طالب علم يعرف ان العلم لازم انت اللي تروح له، مش هو اللي يجيلك، هو اللي يجيلك دي مستحيل. وللعلم انت فعلا بتطلب العلم دلوقتي، مش انت اللي دوست على الفيديو ده بمزاجك وانت كنت عايز تعرف اكتر عن الراجل ده، اديك لحد دلوقتي بتسمع رغم ان في غيرك ما كملش حتى لحد دلوقتي. فانا احييك على صبرك وفضولك في عالم ما لقيته الشورتس والحاجات السريعه، انت لحد دلوقتي لسه صابر ولسه موجود معانا، احييك على كده فعلا لان في غيرك ما بيطقش حتى يسمع الحاجات دي، فشكرا بجد. عموما نكمل القصة. كان عبد الله بمعنى الحرف بيذل نفسه لطلب العلم، ودي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، يعني اللي معتقد ان دي حاجة مش حلوة لا، يعني بيذل نفسه ده يعني بيروح بنفسه يتعلم، مش مسألة اللي هو بيسهل على نفسه الأجواء. وكان في نفس الوقت برضو كان بيرفع من شأن العلماء. ففي موقف بيعبر قوي عن الموضوع ده لازم احكيه الصراحة. ففي مرة ركب زيد بن ثابت الخيل بتاعه، ولو انت متعرفش مين زيد بن ثابت فهو واحد من كتاب الوحي واكتر الناس علم في الدين وفي القرآن وفي الفقه وفي كل الحاجات دي بجد يعني. فراح عبد الله بن عباس مسك له الخيل بتاعه وبدأ يمشي بيها، فراح زيد قال له: سيب بس الخيل انا هعرف اتصرف ما تتعبش نفسك. فراح عبد الله قال له: هكذا امرنا ان نعمل كده بعلمائنا. فراح زيد قال له: وريني ايدك كده. فراح موري ايده، فراح زيد واخد ايده ويسها وقال له: هكذا أمرنا أن احنا نعمل كده بأهل نبينا. وعبد الله يتعمق في العلم لحد ما عمل حرفيا جامعة في بيته، بجد فعليا جامعة في بيته بجد ما بهزرش. تقريبا الفرق الوحيد ما بين الجامعة بتاعته والجامعة بتاعتنا اللي بتبقى الجامعة بتاعتنا الكبيرة، ان الجامعة بتاعتنا الكبيرة دي بيبقى فيها آلاف بل مئات اكتر من كده كمان من البروفيسورز والناس اللي هم المعلمين يعني. اما الجامعة بتاعته كان فيها معلم واحد بس اللي هو عبد الله بن عباس بنفسه، كان هو المدرس الوحيد في الجامعة بتاعته. وروى قبل كده واحد من أصحابه إنه شاف ناس كتير قوي حوالين البيت بتاعه، فدخل عليه وقال له: يا عبد الله في ناس كتير قوي حوالين البيت بتاعك. فراح قال له: حضر لي مية للوضوء. فرحت محضر له المية بتاعته وراح اتوضى. وراح قال لصاحبه: قول لهم ادخلوا للي عايز يسأل عن القرآن وحروفه. فرحت عملت كده ودخل ناس كتير قوي لحد ما بالوا البيت كله. وبعديها بعد ما جاوب بعد ما عبد الله جاوب على كل أسئلتهم خلاهم يخرجوا، وبعدها راح قال لي: خليهم يدخلوا اللي عايز يسأل عن القرآن وتفسيره. فراحوا داخلين وبرضه مالوا البيت كله، وكان عبد الله عمال يجاوب على أسئلتهم ويزود كمان في المعلومات.
وفضل الحال كده لحد ما دخل ناس كتير قوي، وطلع ناس كتير قوي، وسأل عن الحلال والحرام والفرائض والشعر والبلاغة واللغة العربية. كل دي حاجات كان بيتسأل فيها، وكان بيجاوب، وكان بيجيب معلومات أكتر ويزود كمان، لحد ما قرر ان هو يعمل حاجة زي الجامعة كده، يعني نفس الفكرة بس يعني هتكون بمدرس واحد بس، ويعمل محاضرات ويقسم المحاضرات دي على كل يوم. يعني مثلا يوم للفقه، ويوم للشعر، ويوم للغزوات، ويوم للقرآن، يوم للتفسير بتاع القرآن وإلى كان مقسمها على أيام، والأيام دي بيبقى فيها محاضرات يعني. ومن أقاويله الشهيرة وهو بيكلم صاحب الذنب أو بينصح صاحب الذنب إن هو يشيل الذنب بتاعه، فبيقول: يا صاحب الذنب، لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن من يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك من على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل من الذنب، وأن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب نفسه، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب نفسه، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب نفسه، وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب نفسه. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدافع عنه. رسالة لكل مذنب، وللعلم احنا كلنا مذنبين، احنا بني آدم، وكل واحد فينا بيخطئ خطأه، يعني كل واحد عارف حياته يعني. وهي رسالة من واحد احنا منعرفوش ولا شوفناه من أكتر من 1000 سنة، أكتر من كده بكتير كمان، احنا بس قرأنا عنه في التاريخ. وياريت لو نتعلم من التاريخ ده قبل ما نتعلم من أخطاء الآخرين كمان. التاريخ أعظم من مجرد تجارب احنا ممكن نعملها، يعني انت ممكن تعمل حاجة وتخطأ فيها وتتعلم منها، بس انت فعلا لو ذكي روح اتعلم من ناس أخطأت قبليك وما تخطأش انت أصلا. وبس كده خلصت الحدوتة. وما تنساش شارك الفيديو ده مع حد انت بتحبه أو حد انت شايفه ممكن يستفيد بالفيديو ده. بس كده يشرفني اشتراكك، وشكرا.